اسطول الصمود العالمي. من سنة 2008 لحتى اليوم كررت محاولات بحرية لكسر الحصار عن غزة. سفن وقوارب بتحمل مساعدات ورموز تضامنية واجهت اعتراضات واحتجازات واحيانا دماء. المحاولات هذه ما بدتش هذه السنة، المحاولات بدت من اول ما بدا الحصار على غزة عام 2007. عام 2007 فرضت اسرائيل قيود بحرية مشددة على غزة. الحصار البري والبحري اثر بشكل كبير على الحركة وامدادات القطاع. اي محاولة بحرية لكسر الحصار من هذاك الوقت صارت عملية سياسية وقانونية حساسة ومش مجرد رحلة إغاثية. اول محاولة لكسر الحصار عن غزة كانت بأغسطس عام 2008 قافلة فري غزة موفمنت. في هذه المحاولة نجح قاربين بالوصول لشاطئ غزة، قارب لايبرتي وقارب فري غزة. كانت حمولة هذه القوارب رمزية، مواد طبية ومساعدات صغيرة، لكن نجاحها كان رسالة إعلامية قوية بأنه الوصول لغزة ممكن. كان في صعوبات تقنية ومضايقات بحرية إسرائيلية. عدد الناشطين اللي كانوا ضمن هذه الحملة 44 ناشط، وبالفعل هذه المحاولة نجحت. المحاولة الثانية كانت أثناء حرب 2008-2009. خلال هذه الحرب كان في أكثر من محاولة. سفن زي داينتي وغيرها حاولت إيصال مساعدات طارئة. كثير من هذه المحاولات اعترضتها البحرية الإسرائيلية أو أجبرتها على التوقف لأسباب لوجستية وأمنية، ولا واحدة من هذه السفن قدرت أنها توصل لشاطئ مدينة غزة. وبعام 2010 الحدث الأشهر كان ب 31 مايو عام 2010 قافلة فريدوم فالوتيلا. هذه القافلة شملت 6 سفن، كان في سفينة اسمها مافي مارا مارا. هذه المحاولة انتهت باعتداء إسرائيلي أثناء اعتراض القافلة في المياه الدولية. اللي صار قوات إسرائيلية نزلت على متن السفن واندلعت مواجهات على متن السفينة مافي مارا مارا. هذه المواجهات راح ضحيتها 9 فارقوا الحياة والعشرات من الإصابات. فيما بعد أحد الناشطين المصابين فارق الحياة بسبب الجروح اللي أصابته. هذه الحادثة سببت أزمة دبلوماسية كبيرة خصوصا مع تركيا، لأن تركيا هي كانت نقطة الانطلاق لهذه القافلة. الرواية الإسرائيلية قالت أن قواتها واجهت عنف من بعض الركاب، ولكن بعض الناشطين ووسائل الإعلام وصفوا اللي صار بأنه استخدام مفرط للقوة ضد ناشطين عزل وقتل في المياه الدولية. وبهيك هذه المحاولة فشلت. بعد 2010 تواصلت المحاولات لكن بكم أصغر وتأمين أكبر من الجانب الإسرائيلي. سنة 2011 و2012 و2015 شهدت محاولات اعترضتها البحرية أو وقفت قبل ما تبحر لأسباب لوجستية أو دبلوماسية. وبعام 2016 كان في مبادرة نسائية وومنز بوت تو غازا تم اعتراض هذه القافلة والاستيلاء على السفن وبرضه ما نجحت. وفي السنتين التنتين الأخيرات تكررت محاولات بشكل متقطع. أساطيل صغيرة حملت أسماء رمزية زي هندالا أو مادلين. والسنة هذه أسطول الصمود العالمي. أسطول الصمود العالمي محاولة انطلقت من أوروبا، انطلق من إسبانيا ومر بعدة دول منها إيطاليا والمغرب واليونان، وانضمت لهم كثير من القوارب من هذه الدول. وأثناء الإبحار طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت الأسطول وتسببت بأضرار لأكثر من 10 سفن وإصابة عدد من الركاب. تركيا أرسلت للأسطول دعم من الهلال الأحمر. وبعد الهجوم هذا إسبانيا وإيطاليا أرسلوا سفن حربية لحماية الأسطول، ولكن بشكل مفاجئ إيطاليا سحبت السفينة الحربية اللي أرسلتها وطالبت الأسطول بالانسحاب برضه، خصوصا إنه نسبة كبيرة من ركاب الأسطول جنسيتهم إيطالية. إسرائيل فرضت حصار بحري بأكثر من 100 سفينة حربية. وقبل كم يوم أعلن أسطول الصمود بأنه دخل منطقة الخطر على بعد 50 ميل بحري من غزة. ومع استمرار الرحلة أصدرت إسرائيل مكالمات تحذيرية للركاب وطالبتهم بالانسحاب فورا أو تغيير المسار لميناء أسدود عشان يتم تفتيش الحمول اللي بعدين يتم توجيهها لغزة. هذه البحرية الإسرائيلية، أنتم تقتربون من منطقة محاصرة. إذا أردتم تسليم المساعدات إلى غزة يمكنكم أن تفعلوا ذلك عبر القنوات المتاحة. غيروا مساركم نحو ميناء أسدود حيث سوف يتم تفتيش المساعدات ونقلها إلى قطاع غزة. ولكن القائمين على الأسطول رفضوا بشكل قاطع وكملوا طريقهم لغزة. نحن نتقدم إلى غزة في مهمة إنسانية، ليس من حقكم إيقافنا. نحن نحمل حليب أطفال وأدوية في مهمة إنسانية إلى غزة تهدف إلى كسر الحصار الغير القانوني على غزة وإدخال المساعدات، وهي قرارات مدعومة من كل شعوب العالم ومدعومة من الأمم المتحدة. أنتم باعتراضنا ترتكبون حرب أخرى إلى جانب جرائمكم المتعلقة للأطفال والنساء والمدنيين والحصار الغير قانوني على غزة. لذلك نطلب منكم إخلاء البحر وإفساح المجال لسفننا التي لديها الحق في الحماية الدولية لكي تصل وتسلم المساعدات إلى غزة. عاشت فلسطين حرة. انتهى البث. وامبارح قبل بيوم من تصوير هذا الفيديو 20 سفينة حربية إسرائيلية حاصرت أسطول الصمود وأطلقت نار اتجاه الركاب، وتم فقد الاتصال بعدد كبير من هذه السفن.
اليوم الصبح 2 أكتوبر أعلن أسطول الصمود أنه تم الاستيلاء على عدد من هذه السفن. وحاليا ما يقارب 30 سفينة ما زالت طريقها لغزة، واحد هذه السفن سفينة اسمها ميكينو تم فقد الاتصال فيها وبطلت ظاهرة على الرادارات، واليوم الصبح ظهرت وكانت المفاجأة. السفينة بتبعد عن شاطئ 9 أميال بحرية، مسافة صغيرة جدا وما زالت مستمرة ولم يتم اعتراضها لحتى الآن. ايش رايكم في الموضوع؟ هل راح تقدر اي سفينة من اسطول الصمود انها توصل لغزة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وتنسوش اللايك والاشتراك، ويلا سلام. ونحن حاليا على بعد اقل من ساعه من الاعتراض. شفنا في الرادار انه فما 13 قطعه بحريه على الاغلب عسكريه قدامنا اقل من 4 اميال. اكيد ان هذه قطاع الاعتراض، السفينه متحضره للاعتراض، الناس كل تعرف بروتوكول ودرست عليه. نحن لم نتوقف حتى الوصول الى غزه او منعنا بالقوه من الوصول الى غزه. هذا المنع الذي نتحدث عنه هو جريمة حرب، لأن نحن ما زلنا في المياه الدولية ونحن أسطول إنساني إغاثي، ليس من حق أي كان بالقانون الدولي أن يتعرض لنا، ولكننا نرى أن الكيان الصهيوني يعتدي على القانون الدولي على مرأى ومسمع من كل العالم منذ سنوات، قائم بإبادة في حق شعبنا في فلسطين، ونتوقع منه كل السيناريوهات. نحن جاهزون، وإن شاء الله نكون جزءا من كسر الحصار على سواء وصلنا أو لم نصل. نحن صامدون.